أنا مشكلتي كل ما أجي أصلح حاجة تانية تبوظ. أصلح العبادة الشغل يبوظ، أصلح الصلاة قراءة القرآن تبوظ. حاسس إني بعيد ومفيش حاجة بتكمل، بس أنا جايلك بالحل. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم وادعمنا بلايك واشترك في القناة وكمل الفيديو عشان اللي جاي ممكن يغير حياتك بجد. واحد زمان راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، شرائع الإسلام بقت كتير عليا ومش قادر أجمع بينها، مش عارف أقوم الليل ولا أقرأ قرآن ولا أحفظ ولا أتعلم. النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو أرحم بينا من نفسنا كان عارف إن دي مشكلتنا، اللي تايه في شغله وبيته ومصاريفه، واللي تايه في مذاكرة وعياله ومسؤوليات. النبي صلى الله عليه وسلم جاب الخلاصة، جاب الروشتة اللي تريح قلبك وتطمنك. 4 كلمات بس. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. الذكر يا صاحبي أسهل عبادة ممكن تقربك من ربنا. ربنا قال في القرآن: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. سواء هتدخل على ربنا من باب الحمد أو التسبيح أو التهليل أو الاستغفار أو الصلاة على حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم، كل باب من دول صفقة عمرك مع ربنا، وتقدر تعملها في أي وقت وفي أي مكان. وانت في شغلك، في المواصلات، قبل ما تنام، شوف أقرب ذكر لقلبك وتعلق بيه وامسك فيه كأنه طوق نجاة ليك. ساكت ليه؟ حرك لسانك. يلا كل واحد فينا يقول الذكر اللي هيقربه من ربنا. كل واحد ليه مفتاح، شوف ربنا هيفتح لك بأنهي باب. خلي الذكر عادة على لسانك وعلمه لغيرك. مش عايزين نروح الجنة ناقصين حد. خلي عندك علو همة في الذكر وهتحس بالفرق بنفسك. بالمعجزات يا صاحبي، والله أنا بحب باب الصلاة على حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم. والفيديو الجاي إن شاء الله هكلمك عن معجزات الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم.